سمعت إن في معجزة حصلت مع سيدنا إسحاق رغم كبر سن أبوه وأمه. يا ترى إيه اللي حصل؟ ممكن تحكيلي؟ يا حبيبتي طبعا. تعالي وانا احكيلك، ده درس كبير عن رحمة ربنا وقدرته على تحقيق المستحيل. سيدنا ابراهيم عليه السلام يا حبيبتي كان سنه كبير، وزوجته السيدة سارة عليها السلام كمان كانت كبيرة في السن، وما كانش عندهم أولاد. رغم كده كان في قلبهم أمل كبير جدا وإيمان راسخ إن ربنا هيحقق لهم الفرحة دي. وفي يوم من الأيام يا حبيبتي جت الملايكة وزارته في خيمته بجوار الكثبان، وبشروه بولد من عند الله، وقالوا له إيه بقى؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سيدنا إبراهيم وزوجته سارة ما صدقوش الخبر في البداية من شدة إن هما كانوا مبسوطين جدا، لكنهم بعد كده بدأوا إن هما يستبشروا بهدية ربنا. ولما جه الصبح يا أيسلتي بقى انفجرت الفرحة في قلب سارة لما ولدته وسميته إسحاق. طب ليه سميته إسحاق؟ أو إيه معنى كلمة إسحاق؟ معناها يعني الضحك أو الضحك من الفرح. عارفة لما حد بيضحك كده جامد من شدة الفرح؟ هو ده، لأن سارة ضحكت من شدة الفرح والدهشة اللي هي كانت فيها لما ولدت سيدنا إسحاق عليه السلام. يا سلام يا ماما، يعني هي ضحكت من الفرح وهي صغيرة؟ وبعد كده يا حبيبتي كبر سيدنا إسحاق عليه السلام، وهو في بيت بقى مليان بالعبادة وبالتوحيد. كان يقوم يصلي الليل ويقوم يصوم النهار، ويحب إن هو يدعو ربنا في كل وقت وفي كل زمان. كان مثال للثبات والإيمان، وعلمه أبوه إبراهيم إزاي يكون راجل صالح ينشر الخير من حوله. ولما بلغ بقى سن الرجولة وقدر إن هو اتجوز من ابنة أبو لؤلؤة اللي هي رفقة التوأم أو ربقة على روايات أهل الكتاب. وكانت دي زوجة صالحة جدا، وكانت معاونته وبتعاونه في العبادة. بعد كده إن ربنا رزقهما بطفل جميل سموه مين؟ سموه يعقوب عليه السلام، وهو اللي بعد كده بقى أبو لبني إسرائيل من بعده. وطبعا هحكي لك حكايته بعد كده. يعني يعقوب ده حفيد إبراهيم وإسحاق عليهم السلام، صح يا ماما؟ أيوة يا حبيبتي بالظبط كده. ومن هنا بقى يا حبيبتي اتعلمنا من حياة سيدنا إسحاق عليه السلام اتعلمنا منه إن المعجزات بتيجي لما بنؤمن وبنصبر. كمان اتعلمنا منه إن الصلاة والدعاء هم سلاح المؤمن. وكمان اتعلمنا إن التسليم لقضاء الله بيفتح أبواب البركة. أنا متشوقة أوي يا ماما أعرف مغامرات يعقوب عليه السلام. استني الحلقة الجاية يا حبيبتي، وهنغوص مع بعض في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام ونعرف أسرار صبره ومعجزاته. وجينا لسؤال حلقتنا وسؤالنا لأطفالنا، بنقول إيه معنى اسم إسحاق وليه تسمى بيه؟ يلا اللي يعرف الإجابة يكتبها لنا في التعليقات، وأحلى إجابة هنعلنها في بداية الحلقة الجاية. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم على خير.